لو واحدة مثلا راحت تعمل مثلا بوتوكس او فيلر، هي مش بتبقى مرة وخلاص، دي لازم بقى يبقى في متابعة كل فترة معينة تزود وتحط تاني، صح؟ ما احنا دايما بنقول حسب السكه اللي مشيت فيها. يعني هي مشيت من البدايه سكه حقن البوتوكس والفيلر بشكل علاجي، علشان مش كل سنه تحتاجه بنفس المقدار بتاع السنه اللي قبلها، ولا هي مشيت السكه من اولها بشكل تجميلي، اللي هو انا عايز احطه، عايز انفخ، وعايز اوفر، وعايز كل حاجه دلوقتي حالا. وكل شويه لا، مش هستنى المفعول يروح، هحقن اكتر. استخدمنا بروتوكول او استخدمنا مواد علاجيه تركيبها الاساسي عباره عن شويه هيالورونيك، شويه فيتامين، شويه اربيوتين، سوربيتول، الحاجات اللي هي بتدي نضاره وتبييض طبيعي للبشره، ولا استخدمت مواد تقيله فيها حاجات مواد بلاستيكيه وحاجات شد مش مظبوط. كل واحد فيهم بيوصلنا لنتيجه. الطريق اللي احنا بنستخدم فيه المواد العلاجيه والحاجات اللي هي بتتحقن كفيتامين، كمغذيات للبشره اكتر، كترطيب عالي للخلايا من جوه، السكه دي ممتازه. لان كل سنه هي فعلا بتحتاج عدد حقن اقل، هي فعلا بتحتاج اجراءات اقل. هي وشها بعد فتره ما بيفقدش النضاره ديت ولا بيرجع زي ما كان ابدا، مستحيل مهما مر بيها الزمن. يعني هي لو واظبت عليها كل مره بتحتاج اقل، مش العكس؟ بتحتاج اقل طبعا، لان هي من الاول اختارت السكه المظبوطه، ما استرخصتش في البرودكت. نقت دكتور اللي بيحقن لها، مش اي حد تاني، دكتور فقط طبعا مش اي حد تاني. مشيت بالمقدار المعقول، ما عملتش شد جامد للبشره. احنا دايما عارفين نظريه اما اشد جامد يحصل ارتخاء جامد. فمشيت السكه صح. هي كده بعد مده معينه هتلاقي نفسها محتاجه اجراءات بسيطه جدا، ووشها ما بيفقدش النضاره. ده حقيقي، وسنه ورا سنه هتلاقي نفسها بتصغر مش بتكبر. طب ده حلو قوي. غير السكه الثانيه، انا عايزه حاجه دلوقتي بس عشان ورايا مناسبه بسرعه دلوقتي حالا، حطوا لي اي حاجه تجميليه يكون فيها بقى بلاستيك، يكون فيها شد قوي، يكون فيها وننزل بالسعر. احنا كده ماشيين في دي حضرتك ما تنصحيش بيها؟ ده مش احسن حاجه، انا ما بحبش اشتغل بالطريقه دي. طب بس لو حد جالك عايز يعملها بتعمليها ولا بتنصحيه بالطريقه الاولى؟ بنصحه بدكتور تاني. طب كويس. انا الامانه ده شيء مهم جدا. يعني انا ما بحبش سكه الحقن الاوفر، يعني انا يعني مش من مدرستي خالص بصراحه. يعني طب ده حلو قوي، لان فعلا بيبان في ناس بتزعل من ده، بس مش بعرف. يعني انا لما هستخدم حقن لازم كل العياده عندي حقن اللي فيها مرخصه من وزاره الصحه، كلها اوريجينال، ما فيش حاجه بتتفتح يعني في اوضه تانية، كله بيتفتح قدام الكلاينت، كله بيتحقن بالمظبوط بالمعيار التمام، بوينت باي بوينت، وبيترمي يعني. طب حلو قوي، دي نقطه مهمه.